السلام عليكم، معكم نور. لو اول مره النهارده تشوفوني يا ريت تدخلوا تعملوا لايك واشتراك للقناه. انا بقدم وصفات سهله وسريعه واكلات مصريه كلنا بنحبها وممكن نقدر نعملها في البيت. النهارده هعمل معاكم طبق مكرونه بالوايت صوص بالمشروم، حلو قوي وسهل. ممكن نعمله في الاوقات اللي احنا مش عايزين نرهق نفسنا قوي في المطبخ او نعمل اكل تقيل، او عايزه ناكل حاجه سهله كده وسريعه. الطبق ده حلو قوي وفيه كل المكملات الغذائيه اللي ممكن نحتاجها. تعالوا بقى نشوف الطريقه. انا دلوقتي سبت ميه تغلي على النار، وحطيت معاها شويه ملح، ونزلت بالمكرونه اللي الطويله دي اللي هي اسمها اقلام، ناس بيسموها كده. وبعد ما اتسلقت ما سبتهاش تتهري. هنجيب بقى طبق نقطع فيه بصل جوليان وفلفل الوان. مش عندي فلفل الوان عادي. قطعت مشروم، قطعت توم شرايح برضو، قطعت زيتون. لو انتي لاحظتي ان هتلاقي ان الطبق دي فيه كل المكملات، ان البصل المشروم انتي عارفه ان هو فيه بروتين، الفلفل الالوان فيه بروتين برضو، توم بيقوي المناعه، يعني ممكن الاطفال ياكلوه حلو قوي. جبت بقى صينيه طاسه، حطيت فيها معلقه كبيره من الزبده، ممكن تحطي زيت او تحطي سمنه براحتك، وممكن تعمليها بزيت الزيتون لو انتي هتعمليها للاطفال، تبقى خفيفه وحلوه ومفيده كمان ليهم. بعد كده نزلت بالثوم ونزلت بالبصل، واول ما بقى لونهم مصفر دبلوا كده شويه نزلت عليهم بالمشروم. اول ما يدخل في السوا كده ولونه يتغير هنزل بالخضار. هفضل اقلب فيه كده لحد ما الخضار برضو يدبل ويدخل كده في السوا. هحط عليهم ملح وفلفل اسمر فقط. انت عايزه تحطي توابل براحتك. انا استكفيت الصراحه عشان استطعم بطعم كل الخضار والصوص وبالمكرونه، ما حبيتش احط توابل كتير. ممكن انتي تحبي تحطي توابل كتير براحتك اللي يعجبك. جبت بقى حله حطيت فيها معلقه زبده كبيره، وحطيت معلقه دقيق برضو كبيره، اللي هي المعلقه اللي انا بقلب بيها دي هي دي اللي انا حطيت بيها قد الزبده وقد الدقيق. الزبده تبقى قد الدقيق. بعد كده هو اللي اتحرقت مني من الجنب كده شويه عشان كنت معليه النار. حطيت بقى اللبن. اول ما لقيت ان الدقيق كده استوى حطيت بقى اللبن، وحطيت كام شريحه كده من الجبنه الرومي. وبعد ما ساحت خالص ادي الخضار بدأ خلاص ان هو يستوي خالص، حطيت المكرونه عليه. وما الصوص بقى تقل كده ومش تقل قوي، يعني ولا تقيل ولا خفيف، يعني مش نفس سمك البشاميل او نفس السمك ده. قمت نازله بيه بقى على المكرونه وقلبت كويس قوي 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 لحد ما كل الحاجه تتعرف على بعض وكلهم ياخدوا من نفس نكهه بعض. الاكله دي حلوه قوي وسريعه، ما خدتش اي وقت مني، 10 دقايق كون خلصت، اقل كمان. بدل انتي مقطعه الحاجه والله اقل من 10 دقايق خلاص. ممكن تقدري تعمليها بكذا، يعني بلاش المشروم، ممكن فراخ، ممكن لحمه، ممكن خضار بس براحتك، ممكن تونه، في ناس بتحبها بالتونه. ادي طبق، الشكل الطبق بعد ما خلصت الاكله قدمته بقى بالشكل ده.
ممكن بقى تقدمي معاه عصير، بيبسي، شيبسي، اللي انتي تحبيه. ده شكله بعد ما خلص. جربوه هتحبوه قوي، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. جربوه، الف هنا وشفا على قلبكم. سلام.